بهدفين، هدف كان لإيشو وهدف كان لدونجا. الزمالك يدخل في مباراة اليوم بتشكيلة مكونة من محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع عمر جابر 4، حسام عبد المجيد 2، الونش رقم 28، فتوح 13، وسط ملعب دونجا 8، محمد شحاتة 17، وامامهم مصطفى شلبي 7، زيزو 25، عبد الله السعيد 19، وحسام اشرف في هذه المباراة هو اللي بيلعب كراس حربة. 5 تعديلات النهارده، خرج من التشكيله بعد مباراه ابويد للاسمده محمد صبحي ودخل عواد. الونش النهارده بيعوض حمزه. احمد كو 97 على فيرافيوري، وايضا على كوستا دي سول في عام 2002. ادي امامنا الانطلاقه، زيزو اول فرص اللقاء، هدف جميل. مره ثانيه خطا هنا من جانب اللاعب بسان، بيعوض نيني في التشكيله. انطلاقه زيزو عدى، زيزو داسه، ولكن كره زيزو في الشباك من الخارج. ثاني كوره من زيزو. الحديث عن زيزو، الحديث عن التجديد، الحديث عن الإعارة، الحديث عن مستحقات اللاعبين، الحديث عن التجديدات، العقود، الحديث عن المبالغ المفروض تدفع بالعناصر اللي هو عايزها، اللي طالبها بعد رحيل كان دراماتيكي الجوزيه جوميز طبعا المدرب البرتغالي الى دوري روشن السعودي. امامنا انطلاقه هنا، التدخل، حكم اللقاء يقول له مفيش حاجه، يلعب مفيش فاول. سوبر سعودي مصري ولقب الكونفدراليه 2019 على طول. مره ثانيه هنا داس عليها خطيره الفريق الموزمبيقي. اول كوره واول محاوله هنا من اللاعب اكبورو في هذه المجموعه. 8 نقاط زمالك و4 نقاط لهذا الفريق. تعادلوا مع البصري 1-1، فازوا على انيمبا 3، وخسروا من الزمالك 0-2. بولز، شوف الجمهور الزملكاوي، لمسه حلوه قوي، انطلاقه عبد الله لسه مضيع منه قليل، عبد الله ايفوني النيجيري. ادي انطلاقات شلبي اللعب مايل هنا ناحيه شلبي، وفتوح مره ثانيه عملها حلوه قوي، العرضيه استلام من شحاته، تصل كره تسديده لكن بعيده من الكابتن والقائد عمر جابر. كرة عمر جابر إلى خارج الملعب. ربع ساعة الزمالك ضاغط، أقرب للتسجيل 8 محاولات 2 مقابل 3. كرة أمامية خطيرة، يطلع عواد ويمسك على طول. موزمبيق أمام حامل لقب البطولة. زيزو عدى بشكل رائع، زيزو يلعبها خلفية لكن تصطدم في الدفاع. شحاتة إلى شلبي يا ولد شلبي، أوه راية وتسلل. عبد الله يخلصها من الأول. عبد الله وفريق نادي بلاك بولز امامنا، هو الفريق اللي بيحاول امامنا هنا، لكن في فاول على هذا الفريق. محمد شحات صاب في لقاء المسدة. مصطفى شلبي يا ولد، الاوفرلاب اتعمل، وادي امامنا على طول فتوح شلة حلوه، راسيه حسام اشرف امامنا هو في يعني معترك افريقي. حسام اشرف يدخل في المعترك الافريقي، ينال ثقه. زيزو انطلق حلو، زيزو في هذا الجانب يلعب كره حلوه قوي. محمد شحاته يلعب عرضيه المره دي، مكمل امامنا هو مصطفى. لازم مصطفى يدخل يعني للعمق شويه. مصطفى شلبي عايز يكرر السيناريو لكن اتقفلت عليه. تعود مره ثانيه دونجا اللي سجل هدف جميل في مباراه الذهاب. يا ولد يا فتوح، شالها حلو قوي لعبد الله، لكن راحت الكره اللي فاتت. شوف لما يعني طمع ودخل في العمق، سجل هدف جميل في المباراه الماضيه، وياخد فاول. هو من اللعيبه المميزين. 29 سنة، عيد ميلاده من يومين. على طول الرأسية، الاحتفال كان هيتم في اللحظة اللي فاتت موجودة، والاحتجاجات الموجودة كانت سبب في نقل المباراة إلى القاهرة. مقطوعة الكرة، شلبي راح ناحية اليمين، اتقطعت الكرة. مصطفى شلبي تمريرة المرة دي مفيش راية. انطلاقة أمامنا هنا من حامد عبد الجليل الخطير. ادي أمامنا هنا بيحاولوا يعملوا هجمة سريعة. ايفوني أخطر هجمة من ان بعض يقول لك ليه جابوا كريستيان جروس. بتبقى صعبه الاختيارات في ظل الظروف. ادي واحده من مصطفى شلبي، سموحه واصابه الاسماعيلي وعاده، ونتمنى له ان شاء الله الاستمرار. زيزو مره ثانيه الى عمر جابر، قصه هدف امامنا. عبد الله السعيد امامنا، سجل في مرمى البنك وسجل في مرمى البوليس الكيني. امامنا هنا عبد الله السعيد، ولكن ضاعت فرصه للزمالك. عبد الله في التعاقد والتجديد والامور الاخرى طبعا حضراتكم عارفينها. مره ثانيه شلبي في انطلاقه، شلبي يظبط العرضيه، لكن لمسه اليد. هذه المرحله امامنا هنا
طاقم التحكيم من الكافير. ادي امامنا انطلاقه فتوح العرضيه الخطيره، لكن فين مين اللي مكمل؟ مين اللي مكمل؟ دايما الجماهيريه الكبيره للفوز والانتصار. ادي عبد الله يلعب كره لكن سهل، حاولت الوصول من خلال الاطراف. زيزو عايز يلعب عرضيه لكن ينتظر امامنا عمر. مره ثانيه زيزو، التسديده دونجا، ولد يا دونجا، كره من دونجا امامنا قويه، كره دونجا قويه، سجل في لقاء الذهاب هدف جميل امامنا نبيل عماد دونجا. واحده من الحلول كرات الثابته ايضا، واحده من الحلول كره دونجا اللي تصحي النايم ويقول لك الزمالك ممكن يسجل. ادي كره فتوح، كرة العاليه فيها صالح نادي الزمالك، شحاته طويله لكن عمر يلحق، عمر يلحق، والشمال دانيلو. يلا ليهم شكل هجومي في هذه اللحظات. الكرات العرضيه حامد عبد الجليل ولكن شلبي، ثم فاصل من القلش والامور اللي غير مرضيه مره ثانيه خطيره، لكن حسام هذه البطوله تسديده بعيده قوي وشوط اول دوري روشن الاسد. انطلاقه امامنا هنا من جانب فيدال عرضيه شيل دونجا، خطره جدا الكره دي. اللاعب سيمان ده حلو قوي. حسام اشرف في موقف رائع، خلق لنفسه مساحه حسام، لكن استعجل مباريات، لكن لسه الخطوره قائمه. تعود الى شلبي، هل يفعلها شلبي نادي مصطفى شلبي في العمق اكتر، يلعب في العمق اكتر، لازم يبرر امامنا. اللمسه الواحده حلوه من جانب عمر جابر. ادي زيزو العرضيه، الهدف الاول الزمالك سجل. حسام اشرف لما جات له الفرصه، عرضيه زيزو والاثنين دخلوا على بعض، الحارس والمدافع، ويسجل حسام اشرف هدفه الافريقي الاول. حسام اشرف امامنا هنا اللي تالق مع البلديه الموسم الماضي، يسجل حسام اشرف هدف الزمالك. الاسيست من مين؟ من زيزو الاسيست. لكن بص اللمسه الواحده يا جماعه، شفت امامنا ايه الكره اللي فاتت؟ ادي زيزو ما فيهاش فار، كرة كانت طبعا يعني فيها كلام، ولكن على طول المرات لعب المباشر. لمسه عمر جابر، انطلاقه زيزو، العرضيه الارضيه في المباراه. 1-0 للزمالك. انطلاقه شلبي، امورها تختلف. شلبي عرضيه نفسه اتفتحت المره دي بقى. هدف عالمي يا ابني. كرة مصطفى شلبي وحسام اشرف اللي بيترجم في الدقيقة 51، والتاني حسام اشرف عملها باسفل حذائه. حاجات بقى حاجات المهاجمين التقال، حاجات اللي كان بيعملها في الزمالك جمال عبد الحميد ويعملها عبد الحليم علي، وكان يعملها المهاجمين ترجم النتيجه. وهدف حلو قوي الحقيقه من حسام اشرف. مره ثانيه زيزو، الاخطاء، المرمى الخالي، الاخطاء. بص إرنان يلعب كرة وزيزو يضيع فرصه، لكن تطلع ركله ركنيه. فرصة في المرمى الخالي ولكن تطلع. حتى الآن هدفين في مرمى، عنده من النقاط 4 نقاط في هذه المجموعة. مرة ثانية التمريرة هنا، مشاركته وتواجده في الملعب. هذه انطلاقة شلبي عدى ولكن ياخذ السدة السريعة في المساحة أمامنا، خطيرة الكرة عن طريق اللاعب فيدال وسوزا وحسام عبد المجيد، ولكن على طول فتوح بمبدأ الأمان يطلع إلى ركلة ركنية ثانية. طبعا معروف عن اللي بيحاول طبعا ان هو يعود في اللقاء مره ثانيه على طول الكره تبعد خطيره. سبع عمر قياده نادي الزمالك مع طبعا اصحاب الخبرات في نادي الزمالك. الونش يعود امامنا، عوده الونش امامنا. الفريق اللي بيفكر يعمل اول تبديلاته الفريق الموزمبيقي. كره مقطوعه المره دي، اتقطعت الكره من زيزو التمريره الاماميه، تغطيه دفاعيه يا ولد، ما شاء الله. الونش امامنا هو استحواذ 44.3، 55.7، 6 محاولات مقابل 13 بين العارضه والقائمين، 0 مقابل 6 وهدفين. حسام اشرف في الدقيقه 51 والدقيقه 54. خطيره الكره وهدف في مرمى الزمالك. خطيره الكره امامنا هنا وضربه راسيه وهدف في مرمى نادي الزمالك عن طريق اللاعب ايفوني اللي بيسجل كان في مباراه انيمبا. بص امامنا هنا بقى التقاعس في الادوار، وامامنا اهو اثنين رايحين امامنا اهو في اللقطه اللي فاتت. حسام عبد المجيد تقدير خاطئ في اللقطه اللي فاتت، عدت بالونش راحت على راس ايفوني عشان يقلص النتيجه. هي من البدايه اتلعبت في المساحه في ظهر فتوح وراحت الكره اتعملت عرضيه، وادي امامنا هنا زيزو يلف الكره العرضيه راسيه
يا شلبي، يا شلبي، مصطفى شلبي امامنا هو يضم المره دي وضربه راسيه يضيع هدف في الدقيقه 63 تصل الى مرمى الزمالك. مره ثانيه استلام المره دي عبد الله شلبي لسه مضيع منذ قليل، ضربه راسيه الكره الخطيره اللي كانت منذ قليل. مصطفى شلبي عدى فات ولكن ياخد ركنيه في الخطير. حامد امامنا، حامد عبد الجليل عدى خطر. حامد المساحات، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. وعواد بفدائيه كبيره. المباراه خدت يعني شكل اخر امامنا. زيزو لم المره دي يبحث عن الزاويه التسديد. زيزو ولكن يلعب جماعي فرصه. عبد الله السعيد، عبد الله ومعاه بنتايك يبحث عن زيزو يفكر يسدد. زيزو التسديده لكن تغير اتجاه الكره. زيزو دونجا شوف عوده سريعه امامنا الى زيزو يبحث عن التسديد الشمال المره دي قويه لكن تنطلق حاجه الحقيقه في كره تشيمبوكا ممنوعه. مرور خطيره الكره. ارتباك عواد. كره خطيره اللي فاتت المره دي من قبل البديل امامنا. جاي لابسه الواحده المره دي. عبد الله ناصر منسي اول كوره الى بنتايك، شكل هجومي اخر بنتايك لكن كره عرضيه جميله في ذكرى جماهير يعني التجريح والامور الاخرى دي مرفوضه. مره ثانيه هنا زيزو الى منسي الى زيزو اللي بيحاول انطلاقه. زيزو حط جسمه لكن المره دي غطى دانييلو. العمق الهجومي زيزو. هل يسجل زيزو 84. زيزو 84 امامنا، هدف 84. يتقدم زيزو بهذه اللمحه الابداعيه عشان ينهي الامور ويقول له جدد وانت مطمن. زيزو امامنا هنا التمريره اللي في العمق وانطلاقه زيزو الهدف الثالث للزمالك. بص شوف يا شيكا امامنا اهو. شيكا الظهر الجميله اللي ابدا يبقى رائحه كره القدم من جانب النجم الكبير شيكابالا عمر جابر لشيكا. بص شيكا التمريره تمريره تدرس امامنا. وادي امامنا زيزو عدى من ارنب وراح على طول باصرار